النادي الأهلي يعود من الكونغو بتعادل سلبي أمام مازيمبي بفضل تألق مصطفى شوبير. بالرغم من التصوير السيء اللي كان في أغلب المباراة واللي فكرنا بعلاء مرسي في فيلم الفرح، إلا إني قدرت أجيب لكم لقطتين كده من مباراة الأهلي ومازيمبي ممكن نتكلم فيهم. ولكن قبل ما نستعرض اللقطات اللي هنحللها، عاوز أقول لك إن مارسيل كولر بدأ المباراة دي بتشكيل أقرب للصح، وكمان كان ضاغط على مازيمبي في اغلب فترات اللقاء خاصة في الشوط الاول. وفي المجمل نتيجة التعادل الى حد ما كويسة، لكنها تظل نتيجة خادعة في ظل اعتماد الاتحاد الافريقي على قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. فبالتالي لو مازيمبي جاب فيك جون في القاهرة هيحطك في موقف مش كويس خالص. بغض النظر عن فرصة وسام ابو علي في اول الدقايق الضايعة، الفرصة اللي كانت غريبة جدا، والاغرب منها هي فرصة طاهر محمد طاهر اللي كان لوحده خالص امام المرمى، ولكن مدافع مازيمبي قدر ان هو يلحقها من قدامه. الا ان نجم اللقاء الاول بالنسبه لي هو مصطفى شوبير، وده العادي بتاع مصطفى في افريقيا يعني. وقدامنا دلوقتي خريطه تسديدات الفريقين في اللقاء، واللي بتقول ان النادي الاهلي سدد 7 تسديدات منهم واحده بس على المرمى، اما مازيمبي فسدد 16 تسديده منهم 3 على المرمى اتصدى ليهم مصطفى شوبير. وكلمني شويه عن التصدي اللي انا هعرضه لك دلوقتي ده بالنسبه لمصطفى شوبير، اللي حرفيا تكنيك مصطفى شوبير في التصدي ده يشبه كتير جدا من الحراس اوروبا. في خطا وقع فيه النادي الاهلي قبل كده واتكلمنا عنه في فيديوهات فاتت، وللاسف الخطا ده اتكرر النهارده، واكيد مارسيل كولر او محلل اداء النادي الاهلي اتكلم في الموضوع ده. بص معايا كده على الحاله اللي جايه دي، الكره بتتلعب طوليه من مدافع مازيمبي وبتتسند على طول لحد ما بتروح الناحيه اليمين، والراجل بيلم ولسه هيعمل اوفر. ولو وقفنا هنا هتلاقي ان وقفه مدافعين النادي الاهلي الى حد ما كويسه ما عدا رضا سليم. رضا سليم المفروض يكون واقف ورا محمد هاني عشان يغطي المساحه اللي انا بشاور عليها بالسهم، عشان الكره لو عدت وراحت للاعيب الثاني اللي ورا اللاعب اللي بيراقبه محمد هاني يكون رضا سليم واقف في المكان ده. ولو كملنا الكره دلوقتي هتلاقي بالفعل ان الكره عدت وراحت للراجل اللي انا بقول عليه من شويه، ولكن تصدى للكره مصطفى شوبير. ولو خدت بالك هتلاقي ان مصطفى شوبير رايح عند رضا سليم وبيقول له المفروض انت تكون واقف في المكان ده. ولو شفنا الكوره تاني في الاعاده هتوضح بالظبط الكلام اللي انا بقوله، ان الكوره ملعوبه في ظهر مدافعين النادي الاهلي والمفروض يكون رضا سليم واقف في المكان ده، ونرفزه مصطفى شوبير على رضا سليم. طب يا سيدي انت بتقول ان الخطا ده متكرر وانت اتكلمت عنه قبل كده، هو اتكرر في مباراه ايه؟ هقول لك ان احنا لو رجعنا مع بعض لمباراه الاهلي وانبي اللي تعادل فيها الاهلي مع انبي 2-2، هتلاقي ان الجون الاول اللي دخل في النادي الاهلي كان اوت، الراجل بيلعب الاوت على طول وهيعمل تغيير ملعب للناحيه الثانيه. ولو وقفنا هنا لحظه لعب الكوره اوفر الناحيه الثانيه هتلاقي ان المفروض طاهر محمد طاهر يكون مغطي برضو الراجل اللي واقف الناحيه الثانيه خالص. ولو كملنا الهجمه هتلاقي ان محمد هاني ما قدرش الكوره كويس وفعلا عدت من وراه وراحت للراجل اللي كان المفروض طاهر محمد طاهر يكون واخد خطوتين لورا عشان يراقب المساحه اللي الراجل هيكون فيها، وبيعمل على طول الكره عرضيه وتكلف النادي الاهلي هدف. فبالتالي هنا نرفزه مصطفى شوبير مقبوله شويه، لان اكيد الناس اتكلمت في الخطا ده ان هو ما يتكررش تاني، ولكن للاسف قرارات اللعيبه هي اللي بتؤدي الى اخطاء. مباراه عدت بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم نتيجه التعادل بتكون خادعه في ظل اعتماد الهدف بهدفين خارج الارض. فبالتالي لازم النادي الاهلي يكون حاسم وينهي المباراه هنا في القاهره عشان ما تحطش نفسك في حسبه بيرما. طبعا ده غير الاصابات اللي تعرض ليها لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي هتاثر اكيد على المباراه الجايه. الله يكون في عون الجهاز الفني، مستشفى الاهلي بقت ممتلئه عن اخرها. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انا اكون وضحت ولو جزء بسيط من اللي حصل في المباراه. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.